بوشيار او شيار حضريه الكوتي مع شي بريري ديال اتاي، يا سلام كيجي رائع بزاف. تبعوا معايا الطريقه وان شاء الله غادي ينجح معكم من اول تجربه. بالنسبه للمكونات عندي هنا الدقيق الابيض وعندي فينو، جوج جبانيات ديال الفينو مع جبانيه ونص ديال الدقيق الابيض. صافي غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم، وغادي نضيف معلقه صغيره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. صافي وغادي نخلط هاد الخميره هادي بالماء دافي حتى كتذوب. صافي وغادي نبدا كنعجن. نجمع العجينه ديالي بالطريقه العاديه، يعني كما كنعجنوا كاملين كما موضح في الفيديو. صافي ومن بعد غادي نغطيها ونخليها ترتاح لمده ديال 10 ديال الدقائق. ومن بعد ما دازت 10 ديال الدقائق غادي نرجع نكمل العجينه. هاد المرحله هذه البنات كتسهل عليكم العجينه وكتجيكم واحد العجينه اللي رطبه. وغادي نضيف شويه ديال الملحه ونبدا كندلك فيها، يعني كنزيد الماء وكندلك فيها حتى كنحصل على هذا القوام هذا اللي كيكون هكا مطلوق مزيان. وفي المرحله الاخيره نبدا ندير هاد العمليه هكا باش كيدخل ليا الهواء للعجينه وكتجي هكا فيها فقاعات. صافي غادي نغطي عليها ونخليها كتخمر لمده ديال 15 دقيقه، راه دغيا كتخمر. ومن بعد ما خمرات هنا مباشره غادي ندوز كنبدا كنشكل فيها. غنحتاج شويه ديال الزيت وغادي ندهن يدي غير بشويه ديال الزيت ونبدا كنقطع فيها هكا، نشكلها كرات بلا ما نخرج منها الهواء كما موضح في الفيديو، يعني خلو دوك الفقاعات فيها وبداو كتشكلوها. صافي غادي نبقى بنفس الطريقه حتى نكمل نص العجينه اللي عندي، ومن بعد غادي نكمل النص الثاني. ومباشره هنايا غادي نبدا كنطيب فيها. صافي غادي ناخد ورق الزبده وغادي ندهنو ونبدا كنطلق في الكره الاولى بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لورق الزبده كيسهل عليكم هكا تهزوا هاد القرصه هادي بالنسبه للمبتدئات. اما يعني اللي كتعرف هكا، يعني اللي كتعرف تعجن، راه تقرصها هكا غير في الطاوله ديال العمل راه دغيا كتهز. صافي عندي هنا مقله اللي سخونه من قبل ودهنتها غير بشويه ديال الزيت، يعني ما تكثروش الزيت. وغنخلي هاد القرصه هادي حتى كتبدا دير فقاعات، يعني هكا كتنفخ مزيان مزيان وكطيب من التحت. بالنسبه لي انا خليتها شويه رقيقه، يعني ما تعجبنيش الخبز يكون غليظ. اللي بغى يخلي السمك ديالها يكون غليظ على هكا كيبقى له الاختيار. صافي غادي نقلبها في الجهه الثانيه حتى كطيب، وغنبقى بنفس الطريقه حتى نكمل الكريسات كاملين. وفي واحد الكاسرونه غادي ندوب الزبده ومن بعد غادي نضيف ليها العسل وشويه ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال السمن الحار. بطبيعه الحال السمن يكون ديال الماكله. هاد الخليط هذا كيجي زوين بزاف مع بوشيار. وهاد الوصفه هذه غتنفعكم لرمضان، يعني كاين الناس اللي كيبغيو يفطروا بوشيار في رمضان. كنصحكم بهاد الطريقه هذه، غادي ينجح معكم من اول تجربه وغادي يجيكم زوين. وبطبيعه الحال هاد البوشيار اللي بغى يدهنو بالزبده واللي بغى يدهنو بالزيت كيبقى له الاختيار. وصلنا لنهايه ديال الفيديو ونتلاقاو في فيديو جديد.